مرحبا بكم متابعي قناة حكاية مسلسل. في هذا الفيديو سنروي لكم أحداث الحلقة 33 من مسلسل الحب يجعلنا نبكي، وهي واحدة من أكثر الحلقات الدرامية المؤثرة، حيث تتصاعد التوترات بين الشخصيات وتظهر أسرار جديدة وتكشف حقائق تغير مستقبل الجميع. دعونا نبدأ معا تفاصيل الحلقة دون إطالة. تبدأ الحلقة بمشهد مؤثر ومليء بالمشاعر مع أدا، وهي تعود إلى منزلها والسعادة مرسومة على وجهها بعد أن أوصلها رزغار وقدم لها كتاباً كهدية محملة بالاهتمام والمشاعر الصامتة. تمسك الكتاب بيدها بقوة وكأنها تخشى أن يتلاشى هذا الاهتمام المفاجئ، وتتقدم نحو باب المنزل بخطوات خفيفة مليئة بالأمل. لكن قبل أن تدخل يتردد صوت مصطفى خلفها منادياً عليها بطريقة مفاجئة أربكتها. تتوقف فجأة، يتبدد دفء لحظتها وتلتفت إليه بتوتر وقلق، متسائلة عما يمكن أن يريده منها في هذا الوقت تحديداً. يقترب منها مصطفى بعينين تحملان خبثاً واضحاً، ويقول لها بصوت متصنع للشفقة: انتبهي يا آدا، خالك لا يظهر لكم حقيقته، إنه يخطط لشيء خطير من وراء ظهوركم. أنصحك أنت وزوجة خالك بأن تكونا أكثر حذراً. تتجمد آدا مكانها ويزداد ارتباكها، فهي لا تعرف إن كان مصطفى صادقاً أم أنه يحاول زعزعة استقرار بيتهم، إلا أنها لا تمنحه رداً، بل تدير ظهرها وتصعد درجات البيت بخطوات متسارعة. تفتح لها أفتاده الباب، ووراءها يظهر إسماعيل مرتديا ملابسه القديمة بعد أن خسر كل أمواله في حادثة السرقة. يقف مصطفى خارج الباب يضحك بسخرية جارحة، موجها الكلام لإسماعيل: ما هذا؟ هل انتهت أموالك؟ عدت إلى فقرك الأصلي؟ يقف إسماعيل مكسوراً عاجزاً عن الدفاع عن نفسه، بينما تغضب أفتاده وتصرخ في مصطفى ليغادر فوراً. يدخل الثلاثة إلى المنزل وتبدأ الشرارة التالية. بمجرد دخول أدا يبدأ خالها بالسخرية منها، يسألها باستهزاء عن الكتاب الذي تحمله، وهل تنوي أن تصبح متعلمة لتزعجهم؟ وهنا ينفجر غضب أدا المكبوت، فتواجهه بشجاعة لم يعتدها: أريدك أن تغادر هذا البيت، لا أريدك أن تعيش معنا، اتهمت شرفنا، فلماذا تبقى بيننا؟ ارحل! تتدخل أفتاده مذهولة وترفض كلام أدا بشدة، وتعلن أمام الجميع أنها سترحل مع زوجها إن طرد من المنزل، مؤكدة أنها لا تستطيع التخلي عنه مهما حدث. تصدم آدا من موقفها، فلا تدري كيف استطاعت أفتادة الدفاع عن رجل أهانها وسبب لها الألم. لكن أفتادة لم تعد تفكر بعقلها، بل بقلب يحب إسماعيل إلى حد العمى. يخرج إسماعيل إلى الخارج والدهشة تملأ عينيه، وهو يسأل زوجته عن سبب تمسكها الشديد به. تبتسم له ابتسامة صادقة وتجيبه بأنها تحبه وأنه أهم عندها من كل شيء، لكنها تطلب منه ألا يضغط على آدا أو يؤذيها بكلمة بعد اليوم، فهي تريد حياة هادئة من دون نزاعات. نعود إلى المستشفى، حيث تصحو شيشاك أخيراً، لكن استيقاظها لا يشبه أي استيقاظ عادي، فهي لا تتعرف على أحد، لا تتعرف على والدتها ولا على نيلان ولا على جد يوسف ولا على فيرات. تبدأ والدتها بالبكاء متسائلة عن سبب هذا التدهور المفاجئ بعد أن طمأنها الأطباء بأنها بخير. يدخل الطبيب مصدوما هو الآخر ويخبرهم أن شيشاك فقدت ذاكرتها بالكامل وقد لا تعود إليها قريبا. وهنا تتبدل ملامح نيلان من الخوف إلى فرح خفي، وكأن القدر منحها طوق نجاة غير متوقع. فبفقدان شيشاك لذاكرتها
لن تتمكن من فتح سر حمل نيلان الكاذب، ولن تخبر يوسف بما حدث. تتصل نيلان بمارت لتبشره بالخبر السعيد. مارت حدثت معجزة، شيشاك فقدت ذاكرتها. يفرح مارت كثيراً، لكنه بعد إنهاء المكالمة يحمس لنفسه بصوت مظلم: طالما أن يوسف لن يتركك، فلا حاجة لي بك بعد الآن يا نيلان، حان وقتك. ولا أحد يعلم ما الذي يخطط له. وفجأة ترد اتصال من نهال والدة رزغار. يسقط الهاتف من يد مارت ويقف مذهولاً. يدخل رزغار ليسأله ما خطبه، فيخبره مارت بالكلمات التي تهز قلبه: أبونا مات. ينهار الاثنان ويبكيان بحرقة، يحتضنان بعضهما في مشهد يمزق القلب. أما أدا فبينما تقرأ الكتاب الذي أهداها إياه رزغار، تتلقى اتصاله وهو في حالة انهيار. يسرد لها الخبر بصوت مخنوق، فتغلق الكتاب بسرعة وتقول له: أنا قادمة إليك حالا، اصبر. وفي جانب آخر يقرر الجد حكمة أن يسرع زواج يوسف ونيلان من أجل الستر كما يقول. يأخذها إلى محل مجوهرات لاختيار خاتم زواج. تختار نيلان خاتما باهظا وتدفع ثمنه من مال مارت، بينما يظن الجد أنه باع دبلة زوجته المرحومة ليغطي ثمنه. بعد مغادرته تحصل نيلان على الدبلة من صاحب المحل لتعيدها لاحقا، محاولة كسب مزيد من الاحترام في عين الجد. يوسف يشاهد جده وهو يضحي بذكريات زوجته من أجله، فيمتلئ قلبه حزنا وامتنانا في آن واحد. أما نيلان فتزداد سعادتها لأنها تشعر أن كل شيء يسير لصالحها. وفي الوقت ذاته تكون آدا بجانب رزغار تمسح دموعه وتدعمه في أسوأ لحظات حياته، بينما رزغار يبكي كطفل فقد كل شيء فجأة. بعدها يوصل يوسف نيلان في سيارته، لكن فجأة يرى آدا داخل سيارة رزغار. تتصاعد الغيرة في قلبه حتى تصل إلى ذروتها. يتوقف يوسف ويتوقف رزغار في اللحظة نفسها لتصبح المواجهة حتمية. ينزل يوسف من سيارته بخطوات غاضبة، وينزل رزغار أيضا، وتتلاقى نظراتهما المحملة بالصراع، الغيرة، الألم والتحدي. تنادي نيلان بخوف: يوسف، ماذا تفعل؟ لكن يوسف لا يسمع شيئا سوى صوت قلبه. يقترب من سيارة رزغار، يمد يده نحو أدا بثقة وعناد. تنظر أدا إلى رزغار ثم إلى يوسف، وفي لحظة حاسمة تمسك يد يوسف وتنزل من سيارة رزغار. يصاب الاثنان، نيلان ورزغار، بصدمة عميقة، وكأن الأرض سحبت من تحت أقدامهما. تركب أدا مع يوسف ويغادران معا، تاركين وراءهما وجوها محطمة وقلوبا مكسورة. وهنا تنتهي الحلقة على قمة التوتر والدهشة.